ركز معايا شوية. ساعات بنقول لنفسنا طالما انا حد كويس وحد متميز وحد صالح وحد عنده اخلاق، ليه انا وقعت في الشر ده؟ ووقعك في الشر مش معناه ان انت حد وحش. ما تنساش ان المؤمن دائما مبتلى، وما تنساش ان احنا طول فترة حياتنا في الحياة دي بنتعلم منها نشوف الخير ونشوف الشر، نشوف الصح ونشوف الغلط، نشوف الناس الكويسة ونشوف الناس الوحشة. وكل حد بنعرفه في حياتنا بيدينا يا إما رسالة تطلعنا لقدام، يا إما رسالة تانية شر بس تطلعنا لقدام برضو. خلي بالك وما تنساش إن دايما الضربة اللي ما تموتش بتقوي. وخلي بالك إن إحنا طول ما إحنا موجودين في الحياة دي بنتعلم عشان نقدر نعلم ولدنا، عشان نقدر ننقل رسائل مننا لأطراف تانية. ودي فكرة ان انت تبقى في عمل تطوعي، وان انت تحاول ان انت تعمل لحد حاجة انت خدتها قبل كده خبرة عندك في حياتك. فما تتضايقش ان ربنا ابتلاك بشخصية سامة، نرجسية، ميكافيلي، سايكوباتي. اي حد بيخش حياتك لو ما موتكش هو بيقويك. وديها للي مستنيك.